حتى لو انا بشتري سكن، ايه اللي بيخلي كومباوند قيمته بتبقى اعلى من كومباوند تاني فيما بعد؟ بص، في حاجه في المبيعات كده اسمها اليو اس بي او اليونيك سيلينج بوينت، وهي من اسمها يونيك يعني لازم تكون حاجه مميزه. ده معناه انك لازم تدرس الماركت كويس قوي حواليك وتشوف هل هي فعلا الحاجه دي موجوده بشكل كبير ولا هي فعلا نقطه مميزه عندك. طب ايه امثله على السيلينج بوينتس اللي انت بتشوفها قويه يعني؟ في حاجات كتير طبعا وامثله كتير عليها، بس خلينا ادي لك امثله منها. ان زي مثلا الكثافه بتاعه المشروع، لان كل ما الكثافه تكون اقل ده معناه ان المشروع يبقى لوكسجري اكتر لان مفيش ضغط كبير على الخدمات. المنطقه الكوميرشال كمان دي من الحاجات اللي بتجيب ترافيك وبتخلي المشروع دايما متشاف. وعندنا خير مثال يعني كان ووتر واي او كايرو فيستيفال سيتي. وعندنا النقطه الاخيره، لو في نوع من الخدمات هو مش موجود بشكل كبير في النوع ده من المشاريع، زي وجود مثلا جولف كورس. وطبعا كل ده لو بيدعم بسعر مناسب ونظام سداد مناسبين بيكون الباكج كامله على بعضها. طب في مثال لمشاريع زي كده في القاهره الجديده او الساحل؟ طبعا في كتير. كلمني افضل وانا اقول لك ايه انسب حاجه بناء على البادجت بتاعتك.